اهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات كودكس لاين. معظمنا بقى بيسال ايه الرساله دي بقى بتطلع في كتير من المواقع، وليه الفلاش بتاع زمان اللي كنا بنستخدمه علشان نشغل الفيديوهات على النت اختفى وظهر مكانه ال HTML5، وبقى في مواقع كتير بتبيع بيانات مستخدمين مسروقه لحسابات مواقع مشهوره زي نتفليكس ومواقع الداونلود وغيرها. وهي دي حكايه النهارده على كودكس لاين. من اواخر عام 1999 لما شويه من مهندسين الحمايه بتوع مايكروسوفت متكونين من فريقين، الفريق الاول اللي كان شغال على انترنت اكسبلور، والفريق الثاني مايكروسوفت سكيورتي ريسبونس سنتر، وسمعوا ان في هجوم على مستخدمين الانترنت بان في حد بيبعت لهم رابط ولما بيفتحوه بياناتهم بتتسرق. والغريب في الامر ان كان في ناس بتقول احنا بنفتح الموقع بنلاقي بياناتنا بتتسرق، والموضوع ده فضل غامض وما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل لحد ما جه عم ميشيل باريت، واللي ربنا فتحها عليه واشتغل في شركه باي بال بعد كده كمهندس لامن المعلومات. في يوم كان شغال عادي جدا وكان عمال بيفحص شويه مواقع، واكتشف ان في حاجه غلط في مواقع شركات الشحن الامريكيه. ومن هنا اجتمع هو ومجموعه مايكروسوفت اللي اتكلمنا عنها قبل كده وشرح لهم الموضوع اللي حصل، ومن هنا ابتدت ابحاثهم عن الموضوع ده ازاي بيحصل. وفي سنه 2000 وتحديدا في شهر فبراير طلعوا تقرير مفصل ازاي الهجمات دي بتتم، ومن هنا اتولدت ال XSS Cross Site Scripting. والاسم ده لانها كانت بتتم عن طريق ان المخترق بيرفع كود جافا سكريبت على الموقع اللي فيه الثغره دي، ولما اي مستخدم بيفتح الموقع ده الكود ده بيتنفذ وبيسرق بياناته اللي متسجله على البراوزر. وده بقى اول نوع اللي بنقول عليه Stored XSS، لان الكود بيتخزن على السيرفر بتاع الموقع وبعدين بيتبعت من السيرفر الموقع للمستخدم. وكمان اتطور اكتر وظهر منه النوع التاني، واللي بيحصل كالاتي: لو عندي لينك زي ده لموقع عادي جدا وطلبت منك تفتحه، والموقع ده بيسمح انك تقدر تكتب الرابط بالشكل ده علشان يظهر رساله ترحيب للي هيفتح اللينك بالاسم اللي كتبته في اللينك. ده معناه ان الموقع بينفذ اي حاجه بعد كلمه greeting name بدون ما يشيك عليها. تعالوا بقى نشيل الاسم ونكتب مكانه السطر ده، كده هيترحب باللي هيفتح اللينك وهيتسرق بياناته. لان لو لاحظنا في جزء الاسم شكله غريب حبتين وفيه كود جافا سكريبت، والنوع ده اسمه reflected XSS جاي من الانعكاس. لان لو تخيلنا شويه هنلاحظ اتجاه الريكوست بيروح للمستخدم وبعدين بيرجع تاني للمخترق بالبيانات اللي سرقها من المستخدم. ولكن زي ما احنا لاحظنا كده كان في شيء غريب في الرابط، برضو ممكن الشخص اللي هيتبعت له الرابط اللي هو الضحيه يقدر يلاحظها بسهوله قوي. ومن هنا الصدمه الكبيره واللي معظمنا حصلت له، وهي الشورت لينكس. يعني ببعت لك رابط لموقع نضيف وجوه الموقع بتلاقي الزرار المعروف اضغط هنا او حمل من هنا، واللي عاده بيفتح مواقع تانية كتير وبرضو ما بتحملش حاجه. ليه اديتني كل حاجه وفي لحظه خدت كل حاجه؟ ليه؟ كفايه بقى، كفايه. آخر نوع معانا هو الدوم بيز XSS، وده شبه الريفلكتد XSS ولكن نسبة انه يحصل 1%، ونقدر نشوفها واقعيا في المثال ده. عندي موقع صغنطوط كده هيبقى فار التجارب بتاعنا، بقدر اكتب فيه محتوى واشيره مع باقي المستخدمين بتوع الموقع. تعالوا بدل ما نكتب الكلام هنكتب كود جافا سكريبت ونضغط انتر، وبكده كود الجافا سكريبت ده هيتنفذ عند اي واحد هيفتح الموقع. تعالوا نفتح الموقع كأني مستخدم تاني ونشوف الريكوست في الديف تول. هنلاقي فعلا ان السكريبت اشتغل وبعت البيانات بتاعتنا للمخترق. ومعظمنا هيقول ان الموضوع ده من 1999، يعني عايز تقول لي ان هم ما لقوش حل لحد دلوقتي؟ طبعا هم اشتغلوا على الموضوع ده، واولهم البراوزرز زي انترنت اكسبلور بانه ابتدى يعمل سنتايزيشن، انه بيفحص اي URL قبل ما بيفتحه. ولكن هل ده كفايه؟ لا، لان المخترقين دماغهم ما وقفتش. ودي تفوتني يا حمار، عامل حسابي فوق ومن تحت. لا 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 يا جدي، لا لا، الدماغ دي دماغ مجرم بصحيح. وابتدوا يبتكروا، يعني لقوا مثلا ان السنتايزيشن بتدور مثلا على اي حاجه في التكست بتبتدي بتاج السكريبت. ساعتها ابتدوا يتحايلوا على الموضوع ده وابتدوا يكتبوها باشكال مختلفه، ولحد دلوقتي المعركه ما زالت مستمره وما زالت الليسته كبيره قوي بالمواقع اللي فيها الثغرات دي لحد وقتنا هذا. فاحسن حاجه نخلينا في المضمون ونبعد تماما ان احنا نفتح اي مواقع مش معروف مصدرها. وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم حكايتنا اللي جايه على كودكس لاين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم.